السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم. حب نفسك واهتمي بيها. النهارده هنعمل الكرواسون. الولاد بيحبوه والكبار كمان بيحبوه. طبعا دلوقتي في الاسواق الواحدة ب11 جنيه وب7 جنيه وباسعار مهولة. احنا ممكن نعمله في البيت للولاد وهيحبوه جدا وباسهل طريقة. يلا بينا على الفيديو ونشوف الطريقة ازاي. نص كيلو دقيق نخلاه طبعا. هنحط عليه رشة ملح، نحط عليه المكونات الجافة كلها، رشة ملح صغيرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر، ادي معلقة، ادي معلقة تانية من السكر. كده احنا عملنا المكونات الجافة كلها مع بعض. هنجيب ربع كوباية مية دافية. جبنا ربع كوباية مية دافية، هنحط دوب فيها معلقة صغيرة من الخميرة وعليها معلقة صغيرة من السكر. نقلبهم كده ونتركهم على جنب، نسيبها كده لحد ما تتفاعل على جنب ونرجع تاني للدقيق. بعد كده نحط معلقتين زيت كبار، ونص كوباية لبن دافية، وهنبدأ نعجن. بعد كده الخميرة بتاعتنا شايفين خلاص اتفعلت. حطينا الخميرة، هنبدأ نعجن. معايا مية دافية للعجن. هنبدأ نحط بياض البيضة ومعلقة من الخل، كده العجينة بتاعتي بقت خلاص كده زي ما انت شايفة، فيها تلزيقة بسيطة. هنجيب حتة سمنة كده مكعب ونبدأ نعجنه فيها. كده خلاص انا لميت العجينة. هنبدأ نغطيها بكيس ونحطها في مكان دافي لمدة ساعة. كده العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت شايفين رفعت ازاي. هنبدأ بقى نشتغل فيها. انا جبت صينية وهنبدأ نكور في العجين كور صغيرة خالص قد البيضاية. هنعمل كل العجينة كور بنفس الحجم ده. بنبدأ نفردها يعني كفاية كده، وهنبدأ نحط سمنة، وهنجيب واحدة تانية ونحطها، نجيب كرة تاني ونفردها ونحطها عليها. وهنرصها الأولانية، يعني هنبدأ نرصهم كده على بعض وندهن سمنة، ونجيب واحدة كمان اهي نحطها عليهم. هنعمل كل الكور دي نحطها على بعض نرصها ونرجع لكم تاني. دي اخر واحدة. طبعا احنا عملنا كله اهو، حطينا ما بين كل طبقة وطبقة سمنة. ودي اخر واحدة ندهن سمنة ونحطها
والطبقة الأخيرة هنحط عليها السمنة. نبدأ بقى ناخد الصف ده كله. طبعا هو النص كيلو عمل لي بتاع 11 كورة اللي احنا فردناهم وحطينا ما بين كل طبقة وطبقة السمنة. هنبدأ كده على قد ما نقدر، وبعد كده هنعملها بالنشابة. هنفرد طبعا الطبقات دي هي اللي بتعمل لي التوريقة بتاعة الكرواسون. هنبدأ نفرد فيها كده لحد لما تبقى زي قرص البيتزا الكبيرة. بنفضل نفرد فيها كده، عاملين زي بقت عاملة زي قرص البيتزا الكبير. كبرت الصينية طبعا علشان خاطر اعرف اتحكم فيها، عشان اخد السمك اللي انا عايزاه. كده انا كبرت العجينة خالص اهي زي ما انتوا شايفين حجمها. انا كبرت الصينية عشان تشوفوها. وهنبدأ بقى نقطعها. شايفين كده هنبدأ نقطعها. بنقطعها ازاي؟ بنقطعها زي البيتزا، شايفين كده مثلثات. عايزه تعمليها الحجم اللي انت عايزه تعمليها ميني اعمليها، عايزه تعمليها كبيره اعمليها. قطعناها مثلثات زي ما انت شايفه كده. هنبدا بقى نشتغل فيها. كده خدنا مثلث وهنبدا نشتغل فيه. في عندك بقى حشوات، في عندك مربى او شوكولاته او جبنه. في قطعه شوكولاته اهي، ونبدا نلفه اهو. اهوت ونحطها في الصينيه. خلصنا الشوكولاته كده كلها وحطيناها في الصينيه، وعملنا ما بين كل واحده مسافه. هنسيبها نص ساعه تختمر، وهنعمل الانواع التانية. جبنه وهنبدا برضه نلفها زي ما لفينا التانية اهي كده اهي. بسم الله. هنعمل التانية برضو بالجبنة. اي نوع جبنة، لو عندك جبنة اسطنبولي مفيش مشكلة. هنعمل تاني نوع جبنة مشكل اهو. وهنبدأ برضو نلفها اهي. هنا تاني جبنة شيدر، اي نوع جبنة انت بتفضليه اعمليه. وسهلة جدا، ممكن الولاد ياخدوه معاهم المدرسة في اللانش بوكس، بدل ما الواحدة بتتباع ب10 جنيه بالمنظر ده. خلصت اللي بالجبنة، هسيبه بقى يختمر وبقى نص ساعة، وبعد كده هنرجع له تاني. طبعا عشان ندهن الوش هنجيب صفار بيضة وعليهم معلقتين من اللبن. وادي المولتو معانا اختمر. هنبدأ بقى ندهن الوش بتاعه بالصفار البيضة والمعلقتين اللبن.
وهندخله في الفرن على درجة حرارة 250 في القطاع على الشبكة في الرف على طول اللي فوق الفرن. مش هيقعد ربع ساعة ساعة بالظبط عشان المخبوزات دي مش بتستحمل. يعني هنحطه على الشبكة في اول رف بعد الفرن. وادي شكل الباتيه بعد ما طلع من الفرن. فين الجمال، بصوا طري خالص. دي كانت بالشوكولاتة. افتح لكم واحدة معايا. شايفين الشوكولاتة ساحت من جوه ازاي بالتوريقة. شايفين حاجة، شايفين الشوكولاتة باظة ازاي من جوه. شايفين جميلة جدا، حاجة كده يعني وهم، وطعمها تحفة تحفة تحفة. اللي بالجبنة، نفتح واحدة كده بالجبنة. شايفين طرية خالص اهي. شايفين الجبنة باظة من جوه. شايفين الجبنة دي، الجبنة الشيدر، شايفين مجوفة من جوه ازاي. يعني حاجة كده تحفة. اعمليها للولاد بقى ياخدوها معاهم في المدرسة، يعني حاجة كده جميلة. يعني شايفين ان دلوقتي الواحدة من دي مش عارفة وصلت ل10 جنيه او 13 جنيه. فحاجة كده نظيفة وانتي عاملاها في البيت. يلا تشجعي كده وقومي اعمليها لولادك بنص كيلو دقيق كده وروقي عليهم. وبكده يكون الفيديو النهاردة انتهى. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.